تخفيضات تاريخية ومبيعات راكدة. ماذا يحدث في سوق السيارات المصرية؟ سوق السيارات المصرية بتشهد موجة جديدة من تخفيضات الأسعار امتداداً لتراجعات كبيرة بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي، وتجاوزت الانخفاضات في بعض الطرازات مبلغ 400 ألف جنيه، وده بحسب 7 مسؤولين في عدد من الشركات والتوكيلات تحدثوا للعربية بيزنس. رغم أن التخفيضات غير المسبوقة من سنوات، لكنها ما نجحتش في تحفيز الطلب بالشكل المتوقع، حيث يواصل المستهلكين التمهل في قرارات الشراء انتظاراً لوصول الأسعار لمرحلة الاستقرار والاقتراب من السعر العادل. مصادر بشعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية المصرية وتوكيلات توقعت بدء استقرار الأسعار مع بداية الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى مستويات عادلة، وهو ما سيحفز الطلب بشكل أكبر مقارنة بمستوياته الحالية. المصادر كمان أكدت أن التخفيضات المرتقبة ستكون محدودة وعلى أنواع معينة من السيارات فقط، متوقعين نمو مبيعات السيارات في مصر خلال العام الحالي بمعدلات تتراوح بين 25 و 40% لتصل نحو 250 ألف سيارة.